كشف تقرير الطب الشرعي بالدقهلية عن سبب وفاة شاب وخطيبته في مدينة المنصورة، وذلك بعد 48 ساعة فقط من خطبتهم، وإن تربطهما صلة قرابة بنت خالته. وتبين بعد تشريح جثمانهم إن الوفاة نتيجة التعرض للاختناق لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون والناتج عن استخدام تكييف السيارة دون اختلاط بالأكسجين. وتبين من تحريات المباحث أن وفاة شاب وخطيبته كان عقب يومين من احتفالهم بخطبتهم خلال استقلالهم سيارة ملاكي بنطاق أول المنصورة محافظة الدقهلية، ليتبين وفاتهم بغاز أول أكسيد الكربون الناتج عن استخدام تكييف السيارة، حيث أمرت النيابة العامة بتسليم جثمان المتوفيين لزواياهم ودفنهم بمقابر العائلة مركز منيا النصر. كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف مأمور اسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على شاب وفتاة متوفيين داخل سيارة. انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة كل من أحمد 28 عام وخطيبته سلمى 22 عام بنت خالته داخل سيارة ملاكي في مدينة المنصورة، حيث أمر المستشار شريف الشربجي رئيس نيابة أول المنصورة وبإشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفيين. وثبت في تقرير الطب الشرعي أن وفاتهم نتيجة التعرض للاختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون والناتج عن استخدام تكييف السيارة دون الاختلاط بالأكسجين. وكلفت النيابة العامة بتسليم جثامين المتوفيين لزواياهم لعدم وجود شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقع. شيع المهآت من أهالي قرية برميلي القديمة التابعة لمركز منيا النصر محافظة الدقهلية جثامين ضحايا الحادث الأليم، وخرج جثمان المتوفيان من مسجد السطوحي بقرية برمال وسط حالة من الحزن والعويل لأسرتهما وزملائهم الذين حضروا حفل خطوبتهم خلال آخر أيام عيد الفطر، وبعد 48 ساعة حضروا جنازتهم معا.